السلام عليكم حبايبي، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. ربي يتقبل من عندكم الصيام والطاعات إن شاء الله. اليوم راح نسوي لكم شوربة تركية مخصوص من غازي عنتاب، شوربة مختصين بها أهالي مدينة غازي عنتاب المشهورة بأكلاتها اللذيذة، وهي شوربة يوفلما. قبل ما نبلش الفيديو مالتنا حبايبي، حابة أذكركم اللي ما مسوي سبسكرايب واشتراك للقناة يا ريت تشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشتراك حتى يوصلكم كل ما هو جديد. وأيضا للإخوة المشتركين يا ريت تضغطون اللايك وتسووا لي إعجاب وتعوفون كومنت حلو مثلكم بالتعليقات جوا. راح أحكي لكم على مكوناتها. طبعا أول شيء راح تكون أكو بيها كفتة. الكفتة مكوناتها هي عبارة عن نصف بصلة مبشورة، كاسة رز طحين رز، ربع كوب سميد ناعم، 150 إلى 200 غرام لحم مثروم، نصف بيضة مطروقة أو مخفوقة، ربع ملعقة كوب من فلفل أسود، مثلها ملعقة كوب من الملح. هسه راح نسوي الكفتة اللي هي جزء أساسي من هاي الشوربة. راح نخلط هذه المواد كلها مع بعض. يعني إذا تشوفون أنه دا أحكي المكونات بشكل سريع، راح تلقوها كلها إن شاء الله في صندوق الوصف بالمقادير والمكونات كلها كاملة مثل ما عودتكم عليها إن شاء الله. فهسه هاي نضيف الملح. طبعا هاي واحدة من أشهر الشوربات المعروفة في مدينة غازي عنتاب، لذيذة جدا 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 ومغذية جدا. هنا أنا حبايب خبطت المكونات كلها وضفت لها شوية مي حتى أعجنها. يعني انتوا تخلوا لها مي حسب ما تشوفوها، لازم العجينة تكون ناشفة شوية ما تكون طرية. بهالشكل هذا تشوفون القوام مالتها مبين انه هي ناشفة. هسه راح اشكل من عندها كرات صغيرة جدا، خلينا نقول بقد حبة الحمص. هاي الكفتة مال يوفلما. تشوفون حبايب بهالشكل هذا أكورها. هاي كفتة اليوفلما، المكون الأساسي بهاي الشوربة مالتنا اليوم. وهكذا إلى أن أخلص كمية العجين كلها وأشكل هاي حبات الحمص اللي تشوفوها. وهسه حبايب هذا صار شكلها. طبعا يعني ملاحظة تاخذ وقت، هي اللي تحب مثلا تستغل الوقت ممكن تحضروها يعني تحضير مسبق وتخلوها بالفريزر. شوكة ما تريدين تقسميه على أكياس، شوكة ما تريدين تطلعين الكيس وتبدين تستعمليه، مو شرط كله تستعمليه بيوم واحد. طبعا أني نص الكمية هذه خليتها بالفريزر لأن هذه هواية على شوربتنا اليوم. فهسه راح أشوفكم شلون أسويها. نحتاج انه نسلقها بس على البخار، يعني ما تنحط بالمي، يفضل انه نسويها على البخار. اكو جوا هذا القدر خاص بالقدر البخار، اكو جوا حمام مائي خله مي وديفور. وهسه خلينا يعني نعوفه تقريبا مدة 20 دقيقة الى ان تبدي ريحتها تبدي تطلع ريحة خرافية. طبعا تعوفوها على هذا الحمام المائي على البخار، تستوي على كيفها، تاخذ لها تقريبا 20 دقيقة. بهالأثناء احنا راح نسلق كوب من الحمص، زائدا من 400 إلى 500 غرام مكعبات لحم. طبعا ممكن تستعملين لحم أجل، ممكن تستعملين لحم غنم، وممكن أيضا لحم بقر مثل ما يعجبك، بس تكون حجمها يعني مقطعة مكعبات صغيرة. راح أسلقهم سوا في قدر الضغط. طبعا بما أنه عندي لحم لازم أضيف أوراق الغار ورشة بسيطة من الفلفل الأسود. ما أضيف لها أي ملح لأن الملح راح يتركز بعدين، بالأخير نضيفها للشوربة. يعني تأخذ لها تقريبا فد نص ساعة إلى 3/4 ساعة بجدر الضغط. هاي بعد ما استوت عندي فرغتها من جدر الضغط، خليتها بالجدر اللي راح أكمل بيه الشوربة. هاي طبعا هسه مستوية سوا كامل الحمص وقطع اللحم، وطبعا هو والمي مالته شلت من عنده أوراق الغار، هو والمي أخليه بالجدر اللي راح أكمل بيه سوا الشوربة.
أعوفه ياخذ له فورة فورتين. بعد مرور 20 دقيقة أو شوية أكثر، طبعا لازم نقلب بين فترة وفترة، نقلب هاي الكرات حتى لا تلتصق ببعضها، نخليها هيك نفركها عن بعض، نتأكد انه ماكو التصاقات. ورا ما استوت هاي الكرات الكفتة مالتي أضيفها إلى الشوربة. هسه أفتح النار على الشوربة، أفتح الطباخ على الشوربة وأخليهم يستلقون سوا حتى يكمل السوا مالت الكفتة. يعني تأخذ لها وقت، جزء من السوا نسويه بالبخار والجزء الثاني أثناء ما نسوي الشوربة. أنا عندي كوبين من اللبن، أضيف له بيضة وملعقة طعام من الطحين. طبعا أنا الطحين ما أضيفه مباشرة، أنا أحمصه تحميصة خفيفة حتى تطلع من عنده المواد الحافظة وريحته تبدي تتغير. يلا أضيفه إلى خليط اللبن والبيض. طبعا هذا هو الخليط التسميك اللي يسمك لي الشوربة، يعطيها قوام سميك وبنفس الوقت يعطيها طعم مميز. أخبطهم زين، أتأكد أنه خفقت البيض بشكل جيد حتى لا يطلع بريحة وزناخة، وأبد لا تخافين ما راح يطلع من عنده أي زناخة. معظم الشوربات التركية يخلون بيه بيض وما تحسين بطعمه ولا ريحته إطلاقا، مجرد عامل تسميك حتى يثخن يسمك الشوربة. بهالأثناء يعني ورا ما خبطتهم أخذ من مي اللحم والحمص أضيفه شوية شوية لخليط اللبن إلى أن أخففه، لأن إذا أدير اللبن بهالشكل بدون تخفيف إلى الشوربة راح يصير تكتلات، يصير علي كل صعب إنه أخلطها ويا المي، فأخففها أسويها هيك مثل شلون الروبة اللبن اللي نشربه، لبن الشرب تشوفون يصير سائل. يلا أضيفه إلى الشوربة، إلى جدر الشوربة، وأخلي هسه المكونات هذه كلها تندمج مع بعض. بهالأثناء أنا راح أخلي الملح يعني حسب الرغبة، مثل ما قلت لكم احتمال ملعقة كوب، نص ملعقة طعام، كيفك. خليه يفور لمدة 3 ساعة. ورا ما يفور وتسخن الشوربة راح أخلي ملعقة طعام من الزبد مع كمية من زيت الزيتون، وأضيف لها نص ملعقة طعام ثوم مهروس. أخلي الثوم يذبل ويطلع ريحته. أضيف له ملعقتين طعام من النعناع الجاف. هاي المواد هي راح تعطي نكهة وريحة مو طبيعية للشوربة. أقلبهم شوية على النار وبعدين أضيفهم للشوربة. أنا بعد مرور 20 إلى 25 دقيقة الشوربة صارت سميكة، وهسه راح أضيف هاي المواد، هاي الخلطة، وأطفي عليها النار رأسا، ما أنتظر. طبعا الشوربة أنت حسب رغبتك، شقد ما تريدين السمك مالتها سمكيها، أنا أحبها تكون سميكة. وهاي النتيجة النهائية حبايب مثل ما تشوفون. يعني احنا نحب الشوربة تكون سميكة بهالشكل، ممكن تخليها أخف شوية، يعني تبقي على النار فترة أقل تخففيها، لا تخليها توصل لها السمك، بس احنا نرغب بهذا السمك بالبيت. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، الطعم مالتها خرافي وتشبع أصلا من راح تشربيها بعد ما تريدين تاكلين وراها. إن شاء الله أشوفكم بفيديوهات قادمة، وألف عافية مقدما للي راح يسويها.